على خلفية قضية الطفل البطل ياسين، واللي تم الحكم فيها على المتهم السبعيني بالسجن المؤبد مدى الحياة. حبس عامل تعدى على طالب بمدرسة مصطفى كامل الابتدائية في الخليفة. الحكم على ذاك مدرب الكيك بوكس بالسجن المشدد 10 سنوات في ارتكاب أفعال غير أخلاقية أثناء تدريب الفتيات. ذاك مدرب الكيك بوكس اللي كان بيتحرش بالفتيات. القبض على حارس لاعتدائه على صغيرة في شبين القناطر بالقليوبية. مصرع طفل على يد والده بسوهاج بعصا شوم وصعق كهربائي، ولما اتقبض على الأب قالوا له انت عملت ليه كده؟ قال لهم علشان كنت بربيه عشان بيتأخر بره. وأخيرا وليس بآخر، أب مسجل خطر ينهي حياة صغيرته في القاهرة ويذهب لدفنها في كفر الشيخ. طبعا كل القضايا دي الضحية فيها الطفل، أو زي ما بنقول العيل الصغير. بلاش صاحب ابنك وصاحب بنتك، ازرع فيهم الشجاعة، ازرع فيهم شجاعة المواجهة والصراحة علشان ما يخبوش عليك حاجة. صاحبهم واكسبهم، عشان لما هتقع الفاس في الراس كلمة يا ريتني مش هتنفع. تحياتي.